عمرك فتيت قبل كده؟ في الحق بس، لكن افتي في الباطل لا. عمرك فتيت قبل كده؟ عمري ايه؟ فتيت قبل كده؟ يعني مش دايما، يعني في وسط اصحابي وكده. لا الصراحه ما بحبش افتي. صاحبتك اللي فتت لك في ايه قبل كده؟ يعني مثلا اخر حاجه حصلت ان هي اتخطبت وهي ما اتخطبتش. فتوى البالة يعني. صاحبك اللي فتالك قال لك ايه؟ صاحبي اللي فتالي قال لي ايه؟ والله اخر فتوى من واحد صاحبي كانت من كام يوم، كنا رايحين طابه فقال لي اوعى تروح، ده الدنيا خربانه هناك، واللي صراحه رحت لقيت الدنيا جميله جدا والحياه غير اللي هو قالها لي خالص. حاجات كتير ملهاش لازمه يعني، لكن كانت فتاوى انا من دلوقتي مش متذكر الفتاوى اللي بتاعتي كتير يعني. كتير. زي ايه؟ لا بيفتي كتير، الحكومه هتعمل، الحكومه هتجيب، الدوله هتجيب، في زيادات في مرتبات وفي زيادات، ده اللي يهمنا احنا دلوقتي. واحد مثلا بيقول لي انا حليت النهارده قفلت الورق والامتحان جاي حاجه تمام يعني انت فاهم، الناس كلها بتتكلم في السياسه دلوقتي، كله بيفتي في اي حاجه والرواتب والزيادات كده يعني. حاجات كتيرة مختلفة متنوعة، أي حاجة بيسمعها أي حد كل واحد بيزود عليها كلمة وبتنتشر، بتتقلب قصة تانية مختلفة خالص. أنا الكوماندا في الشغل، وأنا بخلي الناس تمشي زي الألف، أول لما بيشوفوني بيعملوا لي تعظيم سلام، والواحد الأغاظ إن هو عارف هو إيه هناك. انت فتيت قبل كده؟ لا انا لو مش عارفه هقول مش عارفه بدل ما افتي يعني ولا على كلام مش مبني على حاجه. فتيت قلت ايه؟ والله فتيت فتوى مره دينيه وبعد كده لومت نفسي عليها، وان كانت صح بس ما كانش يجب ان افتي لاني لست من اهل الفتوى يعني. مشيت في الشارع قبل كده وحد فتالك توهك؟ حصل. واحد كان على ناصية شارع في وسط البلد، بسأله بقول له في شارع كذا، قال لي الشارع ده موجود، انت فين؟ والجيل اللي جابك هنا وقعد يشتم ويقلب، انتوا جايين هنا صعايده، وعمل لي موال. وبعدين الواحد معدي جنبي ظابط بيقول له انت حضرتك في ايه؟ بقول له بسأل عن شارع اسمه الحسيني او قال له ما انت واقف على ناصيته يا بني ادم. كنت مريض قبل كده وحد فتالك قال لك خد البرشام ده او العلاج ده؟ ودخلني المستشفى اكتر من مره. ازاي؟ يقول لي خد العلاج ده حلو، اخد انا بقى طبعا المريض دكتور عايز يسند على قشايه زي الغرقان، نبلع من هنا ونخش المستشفى من هنا. مين اللي فتاوى توهني؟ لا ده احنا اللي بنتوه الناس. يقولوا لي ادخلي يمين شمال، وانا بسال رايحه انترفيو ولا حاجه، بلف بقى مع نفسي كتير. دي بقى اكتر حاجه بتغيظني بقى في المصريين، ان لو قلت مش عارف هتاخد حسنه والله، لكن تفتي وتقول عارف وانت مش عارف هتاخد سيئه. ممكن تفتي لنا فتوى؟ ممكن افتي لك فتوى. عايز فتوى دينيه ولا فتوى دنيويه؟ لا فتوى دنيويه. فتوى دنيويه. ابعد عن مسلسلات رمضان القادم، ودي فتوى من اخوك الصغير. المسلسلات اللي جايه هتضيع لنا الصيام اكتر، ما يعني احنا محتاجين شويه حسنات، فالمسلسلات شكلها البرومو بتاعها كده ما يطمنش.